كان عندي مثال كنت موجود اول امبارح في احد الندوات، وفي حد من الزملاء نقله لي فيمكن عجبني جدا وكنت حابب انقله لكم النهارده. هو مش متعلق خالص بالتكنولوجي، هي قصه من القصص يمكن موجوده في علم التسويق، ويمكن اتشرحت بقى سنين كثيره، ويمكن تعتبر من احد القصص الناجحه اللي بتخلي الناس ازاي يفكروا خارج الاطار النمطي. ويمكن ده المنهج الاساسي اللي يمكن جريمه العالم الرقمي اللي هي بتتابعه، ان يا جماعه ما تبصش بشكل اعتيادي ان انا هتخرج هحول الشهاده بتاعتي ابتدي اقدم من خلال وزاره القوى العامله او وات عشان اوصل الوظيفه بتاعتي. الطريقه النمطيه دي طريقه حقيقيه فعلا، مش غير حقيقيه، بس في طرق كتير جدا ممكن تساعدك ان انت تاكسلريت طريقه الوصول لفرصه عمل انت نفسك بتحلم بيها. حضراتكم عارفين برجر كينج وماكدونالدز، يمكن الاسامي دي بقت معروفه دلوقتي بشكل اقوى من قبل كده عشان موضوع المقاطعه والكلام ده. صح. فمن ضمن الامثله اللي موجوده، انا بس عايز ادي مثال، مش عايز اشير بنجاح الشركتين، بس عايز اقول المثال عشان حضراتكم تبقوا عارفين يعني ايه الواحد بيفكر خارج الصندوق. من حوالي تقريبا 15 سنه كان في تسيد في احد ولايات امريكا بوجود فروع كثيره جدا لبرجر كينج في ولايه من الولايات. ويمكن كانت متسيده كل ما هو يخص الفاست فود في الولايه دي لشركه برجر كينج. ويمكن ماكدونالدز كان من احد القوى التنافسيه القويه جدا في التوقيت ده مع برجر كينج، بس في ولايات اخرى. فيمكن التوسعه وزياده السوق بتاعهم حبوا ان هم يفكروا يدخلوا داخل الولايه اللي هي فيها نوع من السيطره من قبل برجر كينج. فالتفكير النمطي الطبيعي اللي حصل ان ماكدونالدز ابتدى يحط بس رجل، يعني يقول انا عايز افتح فرع. برجر كينج احنا قلنا فاتح كام فرع؟ فاتح 40. ماكدونالدز ابتدى يفكر ان هو يفتح فرع واحد بس. يبتدي يجرب يشوف رد الفعل. كل الدراسات اللي هو عملها، هو طبعا ما عملش الموضوع ده بشكل ارتجالي من غير دراسه، لا هو عمل دراسه وعمل دراسه قويه وشاف حجم السوق ولقى ان في تعطش، ان في عدد اكبر من العملاء ممكن اكتسبهم في وجود منافس ليا تاني جوه الولايه. ابتدى فتح الفرع، ابتدى الناس متعوده على طعم، لقت طعم تاني، فابتدت يبقى عندها فضول ان هي تدخل تجرب الطعم التاني ده وهكذا، لحد ما ابتدى الاستثمار اللي موجود داخل او النجاح اللي موجود داخل ماكدونالدز، انا اسف برجر كينج ايه؟ ابتدى فيه خطوره على التواجد بتاعهم بسبب ان في شكل جديد من خدمات الفاست فود موجوده داخل الولايه دي. ايه اللي حصل؟ اجتماع عاجل نمطي من برجر كينج، ازاي ان احنا نصد العدوان او نصد التنافس اللي حاصل من قبل شركه منافسه زي ماكدونالدز. لو حضراتكم موجودين جوه الاجتماع ده، ايه الافكار اللي ممكن تجي لكم؟ خلينا اقول انا من ناحيتي عشان برضه الوقت. اول حاجه هعمل سعر تنافسي. صح؟ هقول ان انا عندي سعر يكون كومباتيتيف او تنافسي عن سعر المنتج اللي قدامي. اقتراح تاني حصل ان احنا نبتدي نشوف ايه المنتجات اللي موجوده في المنيو، وابتدي اشوف ايه الحاجات اللي ممكن تكومبلمنت الحاجه دي تبقى موجوده عندي مش موجوده عندي. الحاجه الثانيه ابتدوا يحطوا افكار، ويمكن من ضمن التشالنجز اللي طلعت فكره افكار اللعب اللي موجوده داخل الوجبات هو التشالنج الماركتنج تشالنج المعروف على مستوى العالم ده. فابتدوا يحطوا لعب، يقولوا ان انا مع كل وجبه هاخد لعبه من الطفل. فبالتالي الطفل هيبقى اتراكتيف اكتر ان هو يجي جوه برجر كينج. حاجات ثانيه ابتدوا يخلوها كومبوهات جديده. فالافكار كلها بنفس الشكل، والافكار كلها مش غلط، الافكار كلها صح. الماركتنج مانجر وقتها خد قرار مغاير خالص للكلام ده. خد قرار ايه؟ قال هياخد قرار ان هو يغلق فروع برجر كينج لمده 30 يوم. للتحسينات. احنا عندنا قرار، خدنا قرار ان احنا هنغلق المطاعم بتاعتنا لمده 30 يوم. خد القرار فعلا من غير ما يكون في اي اسباب، هو انا عايز اجدد، عايز اعمل تجديدات، ممكن يكون تجديدات بسيطه يعني، بس عشان التجديدات دي تتم اغلق الفروع بتاعتنا. ايه اللي حصل؟ حضراتكم استنتجوا ايه اللي حصل؟ مثلا بالظبط ضغط كبير جدا على الفرع واحد ماكدونالدز. بالظبط كده، الضغط بقى كبير جدا على ماكدونالدز، الناس كلها متعوده ان هي تشتري فاست فود. فاليوم رقم 13 بعد بدايه الاغلاق بقى في كومبلينتس كتيره جدا من قبل الناس
ان الكواليتي اللي هم متعودين عليها في ال 12 يوم اللي فاتوا ما بقتش زي الاول. اليوم رقم 23 بعد 10 ايام من اول شكوى جت من اول عميل، ابتدوا الموظفين داخل ماكدونالدز يسحبوا الايفالويشن شيت اللي موجود على الترابيزات من كتر البانيك اللي حصل لهم. الناس كلها بتشتكي فسحبوا كل ما كانش فيه بقى وقتها كومبلين مانجمنت سيستم او موبايلات، كان كل شيتس بتتحط على التيبلز، يلا حط رايك وقول الثلاثه كلهم. فابتدوا يسحبوا الشيت دي من على الترابيزات تلفين لكميات الضغط الاكثر من الشكاوى. اليوم رقم 27 في 30 يوم تم اغلاق ماكدونالدز في الولايه.